وازيكم يا جدعان في فيديو جديد. النهارده انا جيت لكم بفكره جامده جدا جدا جدا. النهارده قلت لكم 5 منتجات صور مستوردين هنجربهم النهارده مع بعض في الفيديو، واخر منتج هيعجبكم جدا جدا جدا، بس مش هيعجبني انا طبعا لان انا اللي هدوقه. خليه مفاجاه لغايه اخر الفيديو. نبدا باول منتج معانا يا جدعان، وهو ده، يعني دوت اسمه اكستريم زد. دوت المفروض شديد الحموضه، يعني هما كاتبين عليه شديد الحموضه وبطعم الفراوله. مكتوب كلمة حلال اهيت قدامكم. تعالوا نفتحوا من الناحية التانية عشان مش هتفرق. اوف، ريحته قوية قوي يا جدعان. اوف، هي ريحته قريبة من كان في جيلي كده انا كنت بجيبه زمان، هو كان بيبقى جيلي شبه السنان كده، بيبقى طالع على شكل السنان. هو ده شكله يا جدعان، هو عامل زي رول كده. هو بصوا عامل ازاي. هو طويل قوي طبعا يعني، بس احنا مش هنفكه كله ان احنا مش هناكله كله. هو الحلو فيها الوانها وشكلها وريحتها. ريحتها حلوة قوي. يلا بسم الله. هو بصوا مبدئيا كده، هو مفيش اصلا اي صور في الموضوع، وممكن لو فيها تبقى سنه بسيطه جدا، في طعم بسيط بس كده وانت بتاكل، وبعد كده بيظهر اكتر بقى ايه، سنه بسيطه يعني مش قوي، بعد ما بتبلع يعني بعد ما بتندخ بقى. ودوت المنتج اللي بعده يا جدعان، اللي باين كده اسمه ثواني كده، اسمه تشوك. يعني انا مش عارف اجيبه لكم برضه قوي علشان التصوير، بس هي اسمها تشوك وكاتبين جنبيها تو تشوك. باين دوت 4 أطعمة، طعم بالليمون، وطعم فراولة، وطعم كريز، وطعم تفاح. احنا نجرب الليمون اللي هي اقصى حاجة، المفروض تبقى اقصى حاجة يعني، علشان هي ليمون ومزازة بقى وصور والكلام ده كله. بسم الله. ريحتها يا جدعان فري، اللي هو الصابون دوت اللي بالليمون. شكلها كده من جوه، شكلها عامل كده، هي مربع عادي يعني مش حاجة. هما بيقولوا لك ان هو جواها كده زي ما انتم شايفينها كده، ان هي جواها صوص من جوه كده يعني. ما احنا هنشوف برضه، هنقطم كده قطمه ونشوف. هو مش باين قوي يا جدعان اهو، بص. الطعم ده بصوا من جواها يعني، بس حاجه بسيطه قوي يعني. مم. لا بعدها بشويه بقت حلوه قوي. التفاح اهيت، يعني يا رب بس تكون حنينه شويه مش زي الليمون. هو كله نفس الشكل عامه. يلا بسم الله. الستروبري اللي هو الفراوله يعني. بسم الله. لغايه دلوقتي التفاح احلى، يعني لغايه دلوقتي التفاح طعمها حلو قوي اكتر من الليمون. مش عارف دي بقى ايه، هتتفوق عليهم الفراولة ولا ايه اللي هيحصل، ولا الكريز هتيجي تحط عليهم كلهم، ولا في ايه. بسم الله. اديت نفس الشكل برضو. بسم الله. هي طعمها مش فراولة، هي طعمها زبادي فراولة. كريز بقى، كريز اهيت. بسم الله. لغاية دلوقتي برضو الفراولة متفوقة. شوف بقى ايه الكريز. طب بقول لكم ايه يا جدعان، انا هاكل اللبانة ديت اللي هي الكريز اللي هي الأخيرة،
من غير ما اعمل تعبير بوشي، يعني من غير ما اتضايق، او اللي انتوا عارفين الحركات دي، من غير ما اعمل حركه بوشي. ولو كسبت التحدي دوت، انتوا هتنزلوا تشتركوا في القناه دلوقتي وتفعلوا زر الجرس وتحطوا لايك للفيديو دوت. يلا بسم الله. اهو كسبت التحدي يا جدعان. انزلوا اشتركوا في القناه بسرعه. يلا بينا نخش على المنتج اللي بعده. المنتج اللي بعده دوت يا جدعان، هو المفروض زي يعني ايه، هو محطوط زي انبوبه معجون السنان بالظبط يعني. هو دوت عباره عن، هو بطعم الفراوله مبدئيا، يعني مش عارف ليه احنا في حاجات كتير قوي بطعم الفراوله عندنا هنا النهارده. هو المفروض حلوى سائله حامضه بنكهه الفراوله، وطبعا حلال. فيعني يلا بينا نجرب. طبعا انا جبت له معلقه علشان ايه بقى، يعني ايه نحطه فيها طبعا، وكده اكيد هيبقى سايل ولا ايه بالظبط. اه يا لهوي، بصوا، بس انا هوريكم انا بحطها في المعلقه عشان متقعش على التليفون. بسم الله. بصوا يا لهوي، برضه دهولنا الدنيا. يولي رحمي ياه. اهو بسم الله. يعني هو شكله غريب، هو شكله عامل زي الدواء اللي هو بتاع الكح دوت. بس احنا هناخدها الاول بس بسرعه قبل ما تنقط. بسم الله. ايه ده؟ يلا بينا يا جدعان على المنتج اللي بعده. هو برضه نفس الشركة بتاعت ديت، فيعني ربنا يستر وما تطلعش نفس الكلام. يعني هي دي المفروض مصاصة على شكل ايه، ببرونة، يعني هي شكلها غريب اوي، بس ايه ان شاء الله يعني تعجبنا او تكون كويسة يعني. فيعني ايه، مبدئيا كده عليه بودرة من بره، وفي حاجة بترج جوه، مش عارف ده ايه. لا في حاجة بترج فعلا جوه ايه. هنفتحه اهوت قدامكم. ده ايه ده؟ ايه يا جدعان؟ مش المفروض البونبونايه بتبقى هنا او المصاصة بتبقى هنا، وفي بودرة. هيت يا نهار ابيض. دي يا جدعان مصاصة على شكل ايه، جمجمة يعني اهي. بس هي البودرة جواها قوي، وفي بودرة كتير قوي. طب دي ايه بقى؟ انا خايف يا جدعان من الحاجات الغريبة اللي احنا جايبينها النهاردة دي. ريحتها جامدة على فكرة. طب يلا بقى بينا ندوق، نجربها بقى بسم الله. ثواني عشان ايه بس ما تقولوش ان انا صبت عليكم وما بحطش. طعمها مر قوي يا جدعان بطريقة غبية. بصوا نجرب تاني بس. بتكهرب البق. يلا بينا على المنتج اللي بعده يا جدعان، اللي عامل قلبان في الدنيا كلها. المنتج دوت يا جدعان عبارة عن، هو عبارة عن بونبوني مبدئيا كده، بس بونبوني بثلاث مستويات، وكل مستوى يعني كل لون بيديك مستوى تاني. اهو 3 مستويات تحت اهو. عندنا لو ليفل اللي هو طبعا الليفل اللي هو العادي، يعني صور بس بطريقة عادية شوية. وبعد كده الميدل ليفل اللي هو زي الميديوم او كده. وبعد كده الهاي ليفل ديت بقى اعلى حاجة في الكلام ده كله. فبسم الله ولا كده. اوف. في يا جدعان كده الباكج، يعني الكيس دوت فيه 2 3 دول 4 5 6، في 6 بونبوني يعني. وفي صفرة واحدة، صفرة اهيت اهي.
وفي 2 حمر و3 برتقاني. يعني اكيد البرتقاني دوت اللي هو ايه اخف حاجه، فاحنا هنجرب البرتقاني معاكم. ده ملزق يا جدعان في البتاع، ايه ده؟ يعني مش عايز امسكها بايدي عشان ما تلزقش. اهي بصوا عامل كده. بسم الله. صعبة قوي الصفرة بقى. يعني احنا نخلي الصفرة ديت في ايه، في فيديو، في الفيديو اللي جاي. فعشان تشوفني بقى وانا بجرب ديت متنساش تشترك في القناة يا جدعان. هي لونها يعني لون الباكج، يعني لون الكيس. بسم الله. صعبة قوي. وزي ما انتوا شفتوا كده يا جدعان الموضوع يعني الحمرا ديت بجد صعبة قوي. انا خايف من الصفرة ديت. يعني الصفرة ديت ممكن تكون ايه، تبوظ لي بقي. يعني انا دلوقتي لغايه دلوقتي كده الحته اللي فوق في بقي من فوق ديت بتحرقني بدرجه يعني مش قادر اقول لكم الصراحه. والفيديو كده بيكون خلص وبس كده. اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.